المهم انا والله وجعني راسي انا كي نبغي نطلع مثلا كاينه مغالطات نحبوا نردوا عليها وبرك. نعم اولا تفضل أخي. شوف، اول حاجه نقولها للمغاربه، نحن صحراويين ونحن الصحراء الغربيه، وانا نتحدى اي مغربي يطلع هنا ويجيب لي اي دليل باللي كان اصلا هنالك روابط بين الصحراء والمغرب من جهه. الجميع عمرها لا كانت. هذه النقطة الأخرى. النقطة نعم الأخرى اللي نحب نضيف، المغرب نال استقلاله في سنة 1956. في ذلك التاريخ الصحراء ما زالت محتلة من طرف المغرب، من طرف إسبانيا. نتحداهم يجيبوا لي فقط انه تاريخ او يوم او انه المغرب جاهد في الصحراء الغربيه، او الدوله المغربيه نادت بالجهاد من تحرير الصحراء من اسبانيا. الصحراء من حارب الاسبان هم الصحراويين، من جاهد الاسبان هم الصحراويين. نعم قرار محكمه العدل الدوليه وحكم محكمة العدل الدولية بلاهاي 16 أكتوبر 1975 يقول أنه لا توجد أي روابط سيادية بين المغرب والصحراء الغربية، ويقول أنهم إقليمان منفصلان. الجمهورية العربية الصحراوية دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي، ودولة مؤسسة وحتى قبل المغرب. فكفانا مغالطات. الموقف الجزائري موقف واضح وثابت. فانت لما تقول لي لما يطلع واحد مغربي يقول الفتنه وتقسيم الارض، تقسيم ماذا؟ بالله عليك تقسيم ماذا؟ هل كنا متصلين؟ هل كانت هنالك بيننا روابط لكي ننفصل؟ تقسيم ماذا؟ انتم احتليتونا. انا السؤال الذي اطرحه على المغاربه وقد نروح، السؤال الذي اطرحه بعد 56، المغرب نال استقلاله 56، والاستقلال هو استكمال السياده. الجزائر نالت استقلالها في 62 5 جويلية. في ذلك التاريخ كافه ارض الجزائر، القاره الجزائر اصبحت مستقله في يوم واحد. المغرب نال استقلاله في 56. السؤال المطروح، اذا كانت الصحراء فعلا مغربيه، لماذا لم يحاربوا الاسبان بعد استقلالهم؟ لماذا في الفترة من 56 حتى 75 ماذا كانت تفعل المغرب؟ نعم. فبالتالي هذه المغالطات أنا فقط أريد أرد عليها. والله الصحراوي بارك السلام الله فيك. عليكم. والله نقطة مهمة جدا. نعم السلام عليكم. وهامة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أكسل بلاتي أكسل. الأخ سوفاج، بغيت نسولك. نعم. أنا ذو أصول ريفية من قبيلة زناتة. الله يبارك ما شاء الله، خير الناس. أنا ذو أصول ريفية من قبيلة زناتة. الله أكبر. النجمة السداسية ديال الراية الوطنية ديال جمهورية الريف، وتعرف لماذا رسموها هذه؟ إلى ما ترمز؟ نعم أنا نعرف. لا خلي يجاوبني هو. الناس النجمة ما عنديش فكرة عليها أخي. هي أنا عندي. تفضل زيد توضحنا أكثر. نقولوا تاريخيا نعم. قلت وسموا الريف من المغرب. تاريخيا هل الريف، جمهورية الريف، كانت تابعة لإمارة مراكش تاريخيا؟ قبل ما تكون لا ماهيش تابعة لمملكة مراكش، مستحيل. نجاوبوا هالمغالطة اللي فوتها الأخ سوفاج. لا كانت السيبة. لا كانت أرض السيبة. لا مستحيل. كانت أرض السيبة. واحد المغالطة قالها سوفاج، بدا منها قال لك مملكة مراكش. سوفاج ما كايناش شي مملكة في إمارات كانوا إمارات وليس بممالك. إمارات كانوا إمارات في المروك. فاهمين. سوفاج تفضل مع تيجر. هي الزلة اللسانية، هي نونو سلطنة أو إمارة مراكش. لا مش مملكة. لا نو. لا هذه غلطة كبيرة. هذه غلط. راك في غلط. وعلاش حبيبي؟ غلط. نقول لك اسمع اخويا، باش تعرف واحد الحاجة. أنا كي هضرتي خويا بكل احترام. نعم تفضل. انت على المروك ما عارف ولو 9% 5%. لازم نقول للشباب الناس. اسمح لي باش تعرف على المروك. ألف تحية ليك، مرحبا بك. تحياتي. شوف المروك هو الزريبة هي الوحيدة اللي داروها البرانيين. نعم داروها البرانيين اللي هما فرنساوا، الماسونيين، السبنيول. نعم. ودولة ما عندها شي أساس.
مصداقي تاريخ ميليشيات. داروه ولاد البلاد. فرنسي سير فرنسي المروك فرنسي هذه نعرفوها. ولكن مني كتقول عبد الكريم الخطابي كان مع مملكة مراكش، ما كانتش شي حاجة في مراكش باش عبد الكريم الخطابي كان يساند وكان يمد يدو للشعوب ديال المغرب كامل اللي هما نعم. مراكش، الجزائر، نعم، تونس وليبيا. نعم، بارك الله فيك. كان يبقى هو الحلم ديال أكسل اسمعني، محرات جمهوريات الريف آنذاك. أكسل أنت تسمعني، ذكرني برسالة وسموه محمد بن عبد الكريم الخطابي لإخراج الاستعمار الفرنسي من شمال إفريقيا.